ام از ار فيرب تو بي بيحبوا الاي ان جي. انت اول ما تشوف الكلام ده على طول تقوم جاي رازع لك الاي ان جي بتاعتك. ايه يا اسطى شغل مستر محمد بتاع سته ابتدائي ده؟ انت بتعلمهم لغه ازاي كده؟ انت مين سمح لك ان انت تقاطعني؟ مين سمح لك ان انت تقاطعني؟ انت كنت جايب كام في انجليزي ثانويه عامه؟ كنت جايب 55 يا سيدي. ايه اللي عندك بقى؟ مش مقياس برضه على فكره، يعني عشان تبقى فاهم، يعني مش بتقف على ثانويه عامه يعني. دلوقتي يعني ما بقتش مقياس، امال بتسال ليه؟ طب بعد اذنك بقى اطلع بره. هي وصلت ان انا اطلع بره؟ يلا حبيبي، يلا بابا، بره بابا، يلا 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 يلا. نروح نشوف الانترو بسرعه قبل ما يجي. عمرك سالت نفسك ليه ممكن تذاكر انجليزي لفترات طويله وتخش الامتحانات وتجيب درجات كويسه، لكن اول ما تيجي تتكلم شبه الاجانب او عايز تعمل نفسك بتكلم واحد اجنبي تحس ان انت مش عارف اي حاجه ومش عارف تقول كلمتين على بعض؟ ده كمان انت ممكن تفهم الكلام لما يكون مكتوب قدامك، بس مثلا لما تيجي تسمع فيديو بالانجليزي او تيجي تسمع مثلا فيلم اجنبي تحس ان الناس دي بتتكلم لغه تانية. ايه اللي انتوا بتقولوه ده يا جدعان؟ الحقيقه ان المشكله مش في ذكائك او في استوعابك او في الذاكره بتاعتك، المشكله في الطريقه اللي احنا بنتعلم بيها انجليزي. وان شاء الله في هذا الفيديو هعرفك ازاي تتعلم اللغه الانجليزيه او اي لغه عامه بشكل صحيح. بس قبل ما نبدا بقى ما تنساش اللايك والاشتراك وخليها سبسكرايب بقى عشان الانجليزي، ويلا بينا نبدا على بركه الله. احنا من ساعه ما دخلنا المدارس كي جي 1 كي جي 2 بقى وابتدائي والكلام ده كله بنتعلم الانجليزي على اساس ان هو قواعد وشويه كلمات بنحفظها، نخش اطرش في الامتحان اطلع بخ نسيت. صباح الفل يا معلم. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ طبعا عمرك ما هتتعلم انجليزي بالطريقه دي، لان موضوع ان انت تتعلم لغه عامل شبه ان انت مثلا بتمارس الرياضه. فمثلا انت تيجي دلوقتي تتفرج على كريستيانو رونالدو او ميسي وتقول بقى انا هعمل شبههم، وتقعد تتفرج وتشوف بقى كريستيانو وهو بيعمل وميسي وهو بيرقص وعمال يعدي وبتاع، وتقول انا هروح الملعب بقى هكسر الدنيا وبتاع، ونيجي نلاقي الليمبي واقف في الملعب. فيا صديقي انت عشان تعمل نفس المهارات اللي هم بيعملوها لازم تمارس الرياضه اللي هم بيعملوها. يعني انت لازم كل يوم تقعد تتمرن، لازم تمارس اللغه الانجليزيه في حياتك، يعني تقعد تتكلم مع اصدقائك بالانجليزي، تقعد تسمع فيديوهات بالانجليزي وهكذا. الحاجه رقم 2 معانا، ما تبداش تحفظ كلمات من دلوقتي او ان انت تجمع كلمات عشوائيه. المخ يا صديقي بيحب لما يحفظ حاجه يكون رابطها بجمله بسياق بمكان باي حاجه تخليه يفتكرها. فانت ما تجيش تحفظ لي 100 كلمه هتيجي تنساهم بعد اسبوع لان مخك مش مميزهم باي حاجه. فلما تيجي تبدا تحفظ ابدا في حفظ الجمل لان هي هتثبت في دماغك اكتر. بس اوعى تروح تحفظ جمل شتايم. ثالث حاجه معانا وهي الاستماع اهم مما تتخيل. جزء كبير من الناس بيكسل ان هو يعمل الموضوع ده، بيقول لك يا عم استماعي وبتاع، انا هقعد ايه اتمرن كده احفظ وبتاع واكرر والكلام ده كله. لكن هتكتشف اهميه الاستماع لما تيجي تسمع واحد اجنبي بيتكلم، لان انت مش هتفهم هو بيقول ايه. تخيل مثلا واحد قال لك ام جونا، هتقعد تقول جونا؟ بتشتمني ده ولا ايه؟ طبعا كلمة جونة دي اختصار لكلمة going to، فانت لازم تبقى عارف الناس دي بتتكلم ازاي، ومش هتعرف كده غير لما تسمعه. وعشان كده لازم تسمع محتوى كتير باللغة الانجليزية، طبعا يكون محتوى ما فيهوش اي مخالفات للدين الاسلامي. الحاجة رقم 4 معانا، ما تحاولش تفهم كل كلمة. بص يا صديقي، انت لما تيجي تسمع واحد بيتكلم بلغة انجليزية او اللغة اللي انت عايز تتعلمها، فانت في كلمات اكيد مش هتبقى عارفها، لكن انت هتفهم معناها من السياق. فانت ركز على السياق، وبعد ما تسمع السياق ده كذا مرة خد الكلمات اللي وقفت معاك وترجمها لوحدها، وده هيخليها تثبت اكتر في دماغك لانك عرفت السياق وعرفت معنى الكلمات. حاجه رقم 5 معانا، اتكلم حتى لو مستواك ضعيف. من ضمن اكتر المشاكل اللي كلنا بنعملها ان احنا بنخاف نغلط، مع ان الغلط ده جزء اساسي من التعلم. يعني انت لو ما غلطتش مش هتتعلم. الطفل يا صديقي لما بيحاول يمشي كل شويه بيقع، فبيفضل يقع 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 لغايه لما يقوم ويعرف يمشي. فانت لو ما اتكلمتش انجليزي وغلطت فانت مش هتتعلم. انت لازم تغلط، لازم تشوف الكلمه دي بتتقال ازاي. انت مثلا جربت تقول كلمه فقلتها غلط، هتروح تسمع هي بتتقال ازاي صح، هتقعد تجرب لغايه لما تقولها صح. فانت لازم تغلط وتتكلم قدام الناس عادي ولا يهمك، يعني اعملوا ايه. Yeah, man, I think Rachel's beautiful because she's got good brains. الحاجه رقم 6 معانا، فكر بالانجليزي. تقول لي ازاي ده افكر بالانجليزي؟ انا ما بعرفش اقول كلمتين على بعض. بص يا صديقي، لما تيجي تتكلم حاول تقلل الترجمه في دماغك. يعني انت اول ما تيجي مثلا عايز تقول حاجه فكر فيها بالانجليزي على طول، ما تفكرش ان مثلا كلمه كاب معناها كوبايه فانت هتقول كاب اللي هي معناها كوبايه، لان كده مخك جاب المعلومه اللي هي الكلمه اللي متخزنه في الذاكره عندك وترجمها للغه الانجليزيه وترجمها للغه العربيه، وكل ده بيرهق المخ وهيخليك تتكلم بطريقه مش طبيعيه، او ان انت بتبان ان انت بتفكر في الكلام اللي انت بتقوله.
فانت اول ما يجيلك الفكره على طول قولها بالانجليزي. ولو انت شخص في كليه والمواد اللي عندك باللغه الانجليزيه فانت اكيد فاهم الموضوع ده، فمثلا بدل انت ما بتفكر في الكلمه دي بالعربي لا انت خلاص هي بقت في دماغك بالانجليزي، اللي هو انتجريشن مثلا يبقى تكامل. انت اول ما تسمع انتجريشن انت في دماغك معروفه هي من غير ما تترجمها هي تكامل بالنسبه لك. فانا عايزك توصل للمرحله دي. الحاجه رقم 7 معانا وان انت تتعلم النطق من البدايه. لازم يا صديقي تسمع الناس الاصليين بيتكلموا ازاي، لازم تشوف نطقهم للحروف بيتقال ازاي، نطقهم للكلمات بيتقال ازاي، نطقهم للكلمات اللي بعديها حروف متحركه او قبلها حروف متحركه بتتقال ازاي. فمثلا لو انت مش واخد بالك هتلاقي في الافلام بيقول لك ذي اميزنج مثلا، يعني هتلاقي ان هو قال على كلمه ذا ذي ليه؟ لان بعديها حرف متحرك. فانت لازم تعرف الكلام ده وتبدا تسمع هم بيتكلموا ازاي وتبدا تقول وراهم وهكذا لغايه لما تتعلم ان شاء الله. تيجي دلوقتي تقول لي القواعد، وده يخلينا نروح للحاجه رقم 9 معانا وهي القواعد في اللغه الانجليزيه. بص يا صديقي انت لو فضلت تحفظ في القواعد فانت عمرك ما هتفهمها ولا عمرك هتعمل اي حاجه وهتنساها. فانت بدل ما تحفظ القاعده انت استخدمها في جمله، افهم هي بتتعمل بيها ايه. يعني على سبيل المثال تيجي مثلا نتكلم عن المضارع المستمر. انت عارف ان المضارع المستمر فيرب تو بي ام ويز وار وبيجي بعدهم اي ام جي والكلام ده كله، بس انت ممكن تكون مش فاهم هو ليه ده بيحصل او ده معناه ايه. بص يا صديقي في المضارع المستمر انت لما تقول ام بلاينج فده معناه ان انت بتلعب دلوقتي، فانت عرفت ان المضارع المستمر معناه ان انت بتعمل الحاجه دي دلوقتي. طبق بقى الكلام ده على كل القواعد وافهم هي بتشير لايه وان شاء الله باذن الله هتحفظها. والحاجه رقم 9 معانا اهم حاجه في تعلم اي حاجه وهي الاستمراريه. فانت يا صديقي لازم تخصص لنفسك كل يوم وقت ما بين 10 دقائق ربع ساعه على حسب اللي انت تقدر عليه، تقعد تتكلم شويه انجليزي، تسمع شويه انجليزي، تدرب نفسك لان اللغه هي ممارسه. انت ما اتعلمتش اللغه اللي انت بتتكلم بيها دلوقتي غير لما قعدت مارستها، انت بتكلم فلان وبتكلم فلان وبتكلم فلان فبقيت تعرف تتكلم باللغه دي. فانت خصص وقت لنفسك كل يوم ان انت تتكلم بيه باللغه اللي انت عايز تتعلمها. ودلوقتي في ادوات ذكاء اصطناعي كتير ممكن تساعدك، مثلا جيميناي ممكن تقعد تتكلم معاه بالانجليزي، تتكلم معاه بالالماني على حسب اللغه اللي انت عايز تتعلمها. وخليك فاكر يا صديقي ان انت عشان تتعلم انت مش محتاج تكون عبقري ولا محتاج تكون ذكاء خارق، انت بس محتاج تحاول وتستمر وتجتهد. باذن الله تعالى هتوصل لنتائج افضل من اللي انت عايزها. وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك وبس كده. سلام.